لا فونكسيون كونفيرتير. في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على لا فونكسيون كونفيرتير اللي كاينه في لاشين دينيرجي. اول حاجه شنو كدير لنا لا فونكسيون كونفيرتير؟ كتكونفيرتير لنا واحد الانرجي، يعني كتحول لنا واحد الطاقه لواحد الطاقه اخرى. دونك غادي نتعرفوا على شنو هما الحوايج اللي كيديروا لنا الانرجي، اللي كيديروا لنا لا كونفيرسيون. اول حاجه ليليمون الاول اللي خاصكم تعرفوه هو لو موتور الكتريك. لو موتور الكتريك شنو كيدير لنا هو وكيتواجد هو في لا فونكسيون كونفيرتير. الموتور الكتريك كيكونفيرتي لنا لينيرجي الكتريك او لينيرجي ميكانيك دو روتاسيون. يعني هذا الموتور الكتريك الوظيفه ديالو انه كيحول لنا لينيرجي الكتريك لينيرجي ميكانيك دو روتاسيون. عندنا ثاني حاجه الفيران بنوماتيك. شنو الدور ديال هذا الفيران بنوماتيك؟ كيحول لنا لينيرجي بنوماتيك لينيرجي ميكانيك دو ترانسلاسيون. عقلوا هذه مزيان. عندنا موتور الكتريك كيحول لنا من الكتريك لميكانيك دو روتاسيون، اما الفيران بنوماتيك كيحول لنا من الميكان من البنوماتيك لينيرجي ميكانيك دو ترانسلاسيون. يعني الموتور كيحول لنا الروتاسيون، هذا كيحول ترانسلاسيون. ثم عندنا ريزيستانس شوفونت. ريزيستانس شوفونت كيحول لنا من لينيرجي تيرميك مي كيحول من لينيرجي الكتريك لينيرجي تيرميك دو شوفاج. هاد الريزيستانس شوفونت كيكون هو بزاف في الفران. علاش؟ حيتاش هو كيشد ديك الطاقه الكهربائيه اللي كتجي من البريز، كيبقى يحولها لطاقه حراريه اللي غادي نستعملوها باش نسخنوا الخبز ولا شي حاجه. يعني هذا هو الدور ديال لا ريزيستانس شوفونت. ثم عندنا لا لامب. لا لامب اش كدير لينا؟ كتكونفيرتير لينا لينيرجي الكتريك لينيرجي ليمينوز. يعني كتحول بحال لا لامب النيل، كتحول لنا طاقه كهربائيه الى طاقه ضوئيه. وعندنا لا سونيغي كتحول لنا لينيرجي الكتريك لينيرجي سونور. هادو هاد لا سونيغي اللي كتستعمل في البيبان وداك البيبان والكراج والى اخره. ثم عندنا نتوسع في هذا الموتور الكتريك. هذه هي الشيمه ديالو. لتحت كنديروا فيه الموتور الكتريك، هنا كنديروا فيه شنو كيكون عندنا في الاول، هنا شنو كيكون عندنا في الاخر، وهنا كنديروا فيه لا فونكس. هذاك الشيء اللي كيدير مثلا في الاول كتكون عندنا لينيرجي الكتريك، في الاخر كتكون عندنا لينيرجي ميكانيك دو روتاسيون. وقلنا الموتور الكتريك يحول لينيرجي الكتريك ولينيرجي ميكانيك دو روتاسيون. دابا غادي نمشيو للفيغان. غادي نتعرفوا مناش كتكون هذا الفيغان. هذا نفس الحاجه. هنا كنديروا فيه السميه ديالو اللي هو الفيغان. هنا شنو كيدير في الاول؟ كتكون عندنا اما لينيرجي بنوماتيك اما لينيرجي هيدروليك. يعني كنقولوا يا اما كيحول لينيرجي بنوماتيك ولا لينيرجي هيدروليك. السورتي ديالو كيكون عندنا لينيرجي ميكانيك دو ترانسلاسيون. والوسط كنديروا هذاك الشيء اللي كيدير. الا شفتوا هنا مزيان الفيغان كيكونفيرتير لينا من لينيرجي بنوماتيك ولا هيدروليك لينيرجي ميكانيك دو ترانسلاسيون. وهذا الفيغان هذا فيه جوج ديال الانواع. عندنا فيغان ا سامبل افي وعندنا فيغان ا دوبل افي. فيغان ا دوبل افي شنو هو الفرق ما بين هاد الجوج هذا؟ اول حاجه فيغان ا سامبل افي دائما كيتكون من الغصور. هو هذا يعني فيما تشوف واحد شي فيغان كي عنده هذا الغصور هذا، يعني كتقول فيغان ان سامبل افي. الا بغينا نديروا لواحد ديفينيسيون غادي نقولوا انه ان ديسبوزيتيف ميكانيك qui utilise la pression hydraulique ou pneumatique pour générer un mouvement linéaire généralement pour pousser au sol. يعني هذا هو التعريف اللي يمكننا نعرفوه الفيغان سامبل افي. وعندنا ثاني فيغان كيفاش كيكون هو؟ كيكون بحال هكا. يعني قلنا هو كيتكون من الغصور، يا اما كيخرج الغصور من هنا وكيدخل الضغط من الهواء من هنا، ولا الحاله الثانيه ديالو كتدخل هاد لاتيج هادو وكيخرج الهواء من هنا. وثم عندنا النوع الثاني ديال الفيغا اللي كيتسمى فيغا ا دوبل افي. فيغا ا دوبل افي يعني هو كيتكون من جوج ديال لي بوزيسيون. يعني كتكون هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادو، ماشي بحال الفيغا سامبل افي قلنا كتكون من الغصور. هذا ما كتكونش من الغصور، كتكون من دو بوزيسيون. هي لا بوزيسيون الاولى لا بوزيسيون الثانيه. ويمكن لنا نعرفوا بانه لو بيستون سو ديبلاس دون لي دو سونس غراس ا لا بريسيون دو لير كومبريمي
un virant double effet et alors doté de l'orifice alimentation en pression. يعني هذا الفيران هذا double effet كيتاليمونتي، هو كنعطيوه هذاك لا بريسيون باش يدير لنا داك الشيء اللي كيدير، باش يحول لنا لينيرجي ميكانيك دو ترانسلاسيون. وعندنا بعض العلاقات اللي خاصكم ضروري تعرفوهم في هذا الفيغا هذا. اول حاجه ملي كيقولوا لكم حسبوا لي حسبوا لي لا فورس اللي هي اف، اول حاجه الا كان عندنا، الا كانت كتشوفوا نتوما الا كانت عندكم لاتيج واش سورتي ولا لاتيج اونطري، الا قالوا لكم في التمرين بان عندنا لاتيج سورتي، كديروا بان هذه العلاقه هذه كدير اف كتساوي بي فوا بي فوا دي او كاري على 4. الا قالوا لكم لاتيج اونطري كدير بان اف كتساوي بي فوا بي كتفتح الاقواس دي كبيره او كاري ناقص دي صغيره او كاري على 4. عندنا لا بريسيون كتكون لينيتي ديالها كتكون بالباسكال، دي الديامتر ديال لاتيج كتكون بالمتر، والدي كبيره الديامتر ديال البيستون كتكون بالمتر. وعندنا هاد العلاقه هذه اللي خاصكم تعرفوها، بان لا بويسونس ايتيل لينيتي ديالها هي بي اي كتساوي اف فوا في. اف هي لا فورس كتكون بالنيوتن، و في هي لا فيتيس كتكون بمتر بار سكوند، ولا بويسونس ديما العلاقه ديالها كتكون بالواط. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. الا عجبكم الفيديو خلينا واحد الاشتراك واحد لايك في القناه، وخلي واحد التعليق ما فهمتوش شي حاجه. والسلام عليكم.